العميله طلبت احط لها بنت شعرها كيرلي على الكيك، ولا وكمان قالت لي انا مش عايزاه يكون فيه اي حاجه من عجينه السكر، انا عايزه كله يكون كريمه، وكمان يكون شعرها لونه بني زي صاحبه التورته. تمام، تعالوا بقى يلا نشوف تفاصيل الاوردر ده عملناه مع بعض ازاي. اول حاجه الكيك اللي انا شغاله عليها دي ميني مقاس 12، وطبعا حطيت عندي الكريمه كده وظبطت عندي الحواف بتاعتها وكده. خلاص هبتدي ان انا ارسم بقى بالكريمه. كانت بعتالي الصوره، البنت اللي كانت موجوده في الصوره كانت لابسه اسود، قالت لي ينفع نغير اللون؟ قلت لها طبعا. قلت لها طب هي صاحبتك هتلبس ايه؟ قالت لي بينكي. قلت لها يبقى خلاص تمام، اللون نفس اللون اللي هتلبسه صاحبه العيد ميلاد. طبعا هنا دمجت الالوان وحاولت اوصل للون البشره على قد ما اقدر. طبعا احنا حطينا كذا لون مع بعض عشان يطلع لنا نفس اللون دوت. وطبعا هنا هنعمل الشعر. انا ما حبيتش اعمل لها الشعر بكريم شانتيه، حبيت اعمل لها الشعر بتوفي او مربى حليب عشان يكون ملولو اكتر، وكمان الشعر يكون فيه لمعه ويكون واضح معايا، والكيكه عقبال ما توصل لها ما يكونش فيها اي تاثير او اي تغيير. طبعا الكيكه اللي كانت بعتها لي كانت ساده خالص. قالت لي انا هسيبك تحطي لي التاتش بتاعك. قلت لها تمام عيني، انا هظبط لها الاوردر. وبعد كده حطيت عندي قلوب بينك، وبعد كده جبت الدست حطيت على الاطراف، وحطيت صف لولي كده من تحت. والحمد لله الاوردر عجبها جدا، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم في اوردر جديد، باي باي.